أستاذ فتحي، أنت تتكلم على استراتيجيات، أنت تتكلم على مدارس تكوين، تتكلم على أكاديميات، على اتحاد مغربي قوي. كل هذه المدخلات تعني مخرجات سليمة. طبعا أنا نحكي أكثر من هكذا، نحكي على إرادة الدولة. إرادة الدولة. اتحاد وحده شو نجم يعمل؟ اتحاد شنو الموارد نتاعو؟ إذا كان الاتحاد ما يبنيش ملاعب، الاتحاد ما يعملش بنية تحتية، الاتحاد ما يضخش أموال كبيرة للفرق، للتربصات، للأكاديميات، للشبان، لي لا، إرادة دولة. المغرب الشقيق احنا نعرفه، باش نعرفه لأنه المغرب الشقيق هي إرادة الدولة. وقت اللي نعرفه أنه المغرب قدم من الترشح 5 مرات لتنظيم كأس عالم. احنا عندنا بلدان عربية مش قادرة، من غير ما نسمي، مش قادرة تنظم كأس افريقيا نتاع الشبان، ونظم كأس العالم للأندية يا كابتن. وهذه النقطة أنت تكلمت على إرادة دولة، لكن من اللي يضع في استراتيجيات، من اللي يكون عنصر داعم يقدم أفكاره بحيث تتبلور على أرض الواقع. الملف يقدم فيه اتحاد الكورة، المقترحات بتاع تنظيم المسابقات، زد على ذلك على قوة المسابقة. مؤيد، أنا نمشي معك بدرجات، لأنه أي استراتيجية تنجم تعملها أنت في اتحاد الكورة وغيره يلزم يكون فما دعم، فما أموال هي اللي باش تضخها، لكن الدولة تعطي الأموال وتبعد على روحها. الآن الاتحاد الكورة فانا جو يخدم، فانا جو يتعامل، كيف يتعامل مع الإطار الفني، كيف يتعامل مع اللاعبين. اللي نسمعه أنا شخصيا وأقولها، أن رئيس الاتحاد المغربي يساعد كثيرا الفرق المغربية ويعاونهم في المسابقات. صح عليهم، صح عليهم. أنا تونسي ومسؤول ونجم نعاون الفرق نتاع، نعاونهم ولا ما نعاونهمش؟ أكيد، أو للمعاونين. هذه الأولى. يتدخلوا على مستوى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صح عليه، عملوا كيفه وعملنا كيفه احنا قبل شوية، خلينا ما نرجعوش للتاريخ. اثنين، هل يتدخل في الخيارات الفنية للمدرب في علاقته باللاعبين؟ في لحد الآن لا، ما نسمعوش، ما نسمعوا صوت رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم إلا عندما يدافع على المغرب. لا نسمع له صوت عندما يتعلق الأمر بالكرة المحلية، بالفريق الوطني. صوته الوحيد اللي يتكلم مشى مع الشارع المغربي عندما أقال وحيد خليلوزيتش، لأنه قد استمع لنبض الشارع، استمع للصوت المغربي. سي وحيد قال لك هذا مزراوي، هذم سيزياش، هذم يتكبروا على الفريق، هذم ناقصين وطنية، هو يبيع في الوطنية عنده بالمزاد العلني، هذا ما يجيوش. في وقت ما قالوا له الوطنية تفرض سي وحيد أنك تغادر، ويرجعوا الوطنيين اللي هما ظهروا، مش نحكي وطنية راهو كورة، وظهروا. ريت حكيم زياش كيفاش يلعب، ريت مزراوي، في بالك مزراوي من المقابلة الأولى مصاب، من المقابلة الأولى مصاب، ويلعب بالحقن. طيب يلعب بالحقن. كذلك حكيمي، وكذا حكيمي معناها سمع وقتاش يتدخل. إذا فما تناغم، فماش تداخل في الأدوار. احنا مع الأسف في بعض البلدان العربية الأخرى تدخل كبير في الادوار، وهذا اللي مخلينا نتراجع. بالطبع رئيس الاتحاد يعمل التشكيله، رئيس الاتحاد كذا، او رئيس الاتحاد لا يساعد الفريق الى اخره. طيب. اذا تحيه للمغرب في كلمه لاني يلزمني نقولها، لانه المغرب دخلت التاريخ وغيرت جغرافيا الكره العالميه. جغرافيا الكره العالميه لان تغيرت، وهذا اللي قلته في وقت ما مع مستر جانيني، وأن الخارطة الكروية تغيرت.